الثانوي كذا. لكن أنا أقول إن السيد قطب كان ينشد الحق، ولهذا لو يسمع الإخوان نصيحته لانتهت الخلافات بينه وبين السلفيين. هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق توصل إلى أن لا بد أن يربي الشباب على العقيدة قبل كل شيء، الأخلاق، العقيدة الصحيحة. وأظن قرأت في كتابة زينب غزالي هذه، والله أعلم إذا كنتم قرأتم لها، أنه كان يرشدهم إلى كتب الشيخ محمد الوهاب وكتب الحركة السلفية في السلف. وأنا قرأت يعني أنا قرأت يعني 40 سنة، يعني درستها في حقوق المعرفة الإنسانية وغبشت على تصوري، وأنا إن شاء الله إذا وجدت الحق واتضح لي آخذ به. فالرجل بحسن نيته إن شاء الله يعني توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به الشباب وأن يتربوا عليه. وطرح عرض هذا المنهج على الموجودين في داخل الوطن الإخوان، ناس وافقوه وناس عارضوه، ثم غلب هذا الجانب المعارض على الجانب الموافق، فاستمرت دعوة الإخوان على ما هي عليه. روافض إخوانهم وصدام يقفون إلى جانبه، هذا كله من فساد العقائد ومن الخلق. كان هناك عقيدة صحيحة فيها الولاء والبراء، ما يقفون لا مع خميني ولا مع صدام